العالميه والقوى العالميه ما بتجيب مسؤول في السودان وما بتقويه الا بعد يمشي وين؟ اثيوبيا. انا رايي الشخصي انه اي رئيس او مسؤول في السودان بتجيبوا اثيوبيا اول حاجه. وراجعوا زيارات البرهان القائد بتاع الجيش، راجعوا السياسات الزيارات بتاعته لاديس ابابا، شوفوها كانت 200 وبعد رجع شيء. وحتى سعاده الرئيس محمد حمدان القوه الحقيقيه والاضافه جاته بعد ما زال اديس ابابا ورضت عنه القوى الدوليه، واليوم ده ظهر بتيشيرت وكان بيشير الاشارات دي عندها علاقه بالقوى الدوليه وفرسان وحاجات كثيره جدا جدا، اوكي؟ من اليوم ده الكلام ده سنه 2020 قبل يعتقلوا اليوم انا طلعت لايف الوقت ده وقلت من اليوم ده ثاني محمد حمدان حيكون شخصيه ثانيه، الكلام ده احنا لما قلناه الوقت ده في ناس كتار ما كانوا منتبهين له حتى، اوكي؟ طيب القوه العالميه دي باثيوبيا بتجيبك، نيميري ده لما مشى التهم المشاريع نيميري شو؟ الاسلاميين قدروا يجيشوا الناس وعملوهم فرق واحزاب وجماعات على جعفر محمد نميري، لما جعفر سوى شو؟ تحديدا كده سوى شو؟ كلك ارجع بالتاريخ وتذكر يا اخي. قالوا له عنده مشكله ترحيل، شنو كان؟ جعفر محمد نميري، ايوه، المولود عام 1930 او 31 ومتوفى سنه 2009. اها، قالوا له انت رحلت الفلاشه صح ولا لا يا جماعه؟ اتهامه بانه هو قام بترحيل الفلاشه من اثيوبيا، صح ولا؟ لو قالوا قدام تل ابيب، وهسه ده شيء يعني شنو يعني؟ ما يودي يعني هو اللي قاعدين يعملوا الحكام السودانيين في شعوب اسرائيل قاعد يسويه. شوف انت الانقلاب اللي يجي سايد تقوم بيفتحوا طوال السفارات الدوليه وعاد الله بتاعت الدول طوال يا ناس المخابرات، ناس المخابرات تعالوا كان شفتوا في انقلاب جاي من باب اسمه فلان فلان وقاعد يتبع كده وقرصتنا مكالمه وعاد الله فشلوا لك. اصله مستحيل تسوي لك انقلاب كده انت قالوا والله تلحق الناس مكتلهم كل شيء ضرب ويوزر. القوى الدوليه دي تقدر تنقلب دار تمسك السلطه، لما تجي هل حتنفذ مطالبها هي ومصالحها وتضمن لها استثماراتها واستقرارها وتمشي السياسات اللي هنا، ولا انت جاي من هنا نعلن الحرب على امريكا ومقاطعه كل الاغنى على العالم منو؟ لما جات الانقاذ حكومه الانقاذ سنه 89 ومسكت السلطه الاقنع على العالم، الغش مصر وغش ليبيا كويس، وقال لهم انه ديل عساكر سايمه عندهم تنظيم سياسي، منو هم العالم ذاته، امريكا ذاته وبريطانيا واسرائيل، هم اداروا على حكومه الانقاذ او الاغراق، هم اداروا عليها يا اخواننا. والكلام ده وراه المخابرات الاثيوبيه اللي ما عارف يعرف برضه يعني جندك في المساله دي يا جماعه. وابي احمد ضابط المخابرات الان اللي هو موجود هو مجند الجحافه كلهم الحريه والتغيير كويس، ومجند برضه ناسنا بشكل كبير، ومجند ما هي رؤيه دوليه يا اخواننا، ما هي برضه انا عندي حدود عندي دول عندي جوار عندي اقليم، انا بسمح لك انك تستلم الكرمك، انا بسمح لك بانه تستلم الكرمك لانه العالم ماشي في بريق هناك بينك ليبيا صح ولا لا؟ ماشي في بينك تشاد، انا بسمح لك بجاي بمرر لك الامداد، العالم كله عارف الكلام ده انه بمرر لك الامداد اللي بيجي لو جابوا اثيوبيا هو نقول لا، لكن اذا يا جماعه اذا جابوا الحدود الاثيوبيه ما تفتكر نفسك انت شاطر تجيبه في الفيس شاهد الدعم الذي يمر من دوله اثيوبيا، ما انت قاعد يجيك دعم من مصر كويس، انت ما قاعد يجيك دعم من ايران، انت ليس حلال لك وحرام هنا. طيب الدعم اللي بيجي عبر اثيوبيا ده اذا جاء العالم شايفه راضي به وقبلانه كويس. طيب الكلام ده لما انت تشوفه بيطلع منه الوضع في السودان ماشي وين؟ الليله في نيالا قال لك والله في الامتحانات بتاعت الشهاده السودانيه وهو حدث لامر الله مهم وكبير وهسه نشرح فيه. نختم في النقطه بتاعت شنو؟ المجتمع الدولي يحرك لك اثيوبيا، اثيوبيا دي قلنا سعاده الرئيس محمد حمدان لما مشاها 2020 ولبس التيشيرت وادى الولاء للمجتمع الدولي وللدول وخلاص اكد انه هو حيمشي في الخط الدولي وحيقبل السياسات المرسومه له وما حيطلع منها نهائي، واكد ولاءه للعالم وهناك كل الفرسان المجموعه اكد من اليوم ده سعاده الرئيس محمد حمدان ازداد قوه ولقى قبول دولي اكثر ولقى البرهان ده بعد زار اثيوبيا بعد الثوره البرهان جوا وقبلها زار سرا. طيب تعالوا ما انت فكر معي شوف زيارات نيميري ليها واخر زياره ليه والكان سريه اثيوبيا، ومنها جا راجع السودان ومنها سافر امريكا ومنها نزل في مصر وقامت فيه الثوره، ده ما تاريخ يا جماعه، احنا ما بنهزر، ده في حاجات موجوده. انا برجع لك لتاريخ الرؤساء السودانيين كلهم تاريخ الرؤساء السودانيين، شوفوا زياره الصادق النادي رحمه الله عليه لما زار اثيوبيا وجا راجع وعينوه رئيس الحكومه بتاعت الاحزاب، انا بثبت لك انه ما كل رئيس جاي من مصر، انا بثبت لك انه كل رئيس جه السودان لو ما قبلته اثيوبيا ودعمته ما بي. بالنسبه لموضوع اخواننا انا بدعو كل الناشطين وكل الشباب اللي بيطلعوا اخواننا بدعو للثقافه انه نتثقف يا جماعه سياسيا ونعرف الحاصل ونفهم دور السياسه شنو ادواتها في المسرح يا جماعه، والا كلامنا بكون حشدوي تعبوي ساكت ما. طيب امتحانات الشهاده السودانيه الان اعلان قيام امتحانات الشهاده السودانيه بحكومه العاصمه نيالا والمراكز في دارفور كل الولايات وكذلك كردفان، وانطلقت اليوم وشفنا سعاده رئيس الاداره المدنيه الاستاذ يوسف عليان الرجل الثوري كان معنا طبعا الاعتصام، رجل خطير جدا ثوري. الزول ده لو بتتذكروه يوسف عليان ده اللي انا هو ظهر كويس، ده من الناس اللي كانوا بيرفعوا اللافتات ضد القوات ذات كله. طيب شفنا الليله كيف ظهر المسؤولين وكيف قالوا الامتحانات. طبعا موضوع الامتحانات ده بودي لوين يا اخوان؟ موضوع الامتحانات ما هو بيخدم لك خطين، وان مشينا بعيد هنمشي للثالث. في زول عارف الخطوط دي؟ حيودينا لوين؟ موضوع الامتحانات بتاعة الشهادة السودانية الآن في دارفور وكردفان، مناطق سيطرة حكومة تأسيس. الكلام ده بودي في خيار
في خيار بتاع انه تكون حكومه موازيه. مصطفى فضل بيقول الانفصال. البقيه ما نحن زمان لما نقول الموضوع ده ماشي على انفصال الكثير بيجي بغالطنا. كنا بنقول في تفاوض من قبل سنه ونص الناس بيجي بغالطوا بلا هدى ولا كتاب منير. يعني لما نجي نقول انه القصه دي تاكيد لانفصال السودان وانه حيكون حد من النيل الازرق من قبل سنه ونص، انا كنت بقول من النيل الازرق كده وحيعبر لغايه ما يصل دارفور هناك وكردفان مناطق فيها. لما كنا بنقول الكلام ده انه دي خطه، يا جماعه انا ما قاعد اشتغل بالكلام اللي بيقوله حكومه التاسيس، ولا بالكلام اللي بيقوله مسؤولي حكومه التاسيس، ولا بالكلام اللي بيقوله برهان، ولا مسؤولي حكومه برهان. يا اخوان انا بشوف المجتمع الدولي وعندي ادوات بحل البيع. انا ما قاعد انتظر مسؤول يطلع يحلل عشان انا اجي احلل كلامه. لا عنده ناس معاه خليهم يكتبوا الكلام ده او يطلعوا لي لايفات. انا بشوف الخط الدولي والمعيار والمقاييس، عندي رؤيه انا براه بحل البيع، ما بنتظرك انت ولا التصريحات اللي بتتقال. لا الكلام ده كله اهم منه وشغل الان ماشي بشكل كبير. طيب الوضع ده ممكن يوديك لحكومه موازيه. اوكي، الحكومه الموازيه دي يعني هو تشكيل بتاع حساب وكيانات وحكومه موازيه، وده بيرسل رساله خطيره جدا للمجتمع الدولي وللاقليم. وطبعا ما تم الكلام ده الا بالمجتمع الدولي كان قال لا تاسيس لا مسؤولين ولا بيزول بيقدر يقرر حاجه. الكلام ده المجتمع الدولي هو اللي قبلانه. اوكي، هو المجتمع الدولي يعني ما عنده سياسه دايره الناس يمشوا فيها ما اكثر. عليكم السلام ورحمه الله. الله السلام ومنه السلام واليه السلام، تبارك ربنا ذي الجلال والاكرام. ان شاء الله ينزل سلام، ان شاء الله يتنزل سلام على الناس. ان شاء الله لك التحيه يا اخي. كويس. طيب الوضع الان ده لما يرسل رساله للمجتمع الدولي انه نحن والله جاهزين لمعاملتكم بالشكل او لتنفيذ سياساتكم، بيبقى تشكيل حكومه موازيه. الاخطر وين؟ الخطر الممكن يجيك. الصوت ده واضح يا جماعه، الصوت ده واضح شباب، ورينا اكيد معانا في التعليقات فضلا. كل الناس ممكن تعمل شير يا جماعه. ارفع والله يبقى مضروب وادي على الواطه، وادي على الواطه. والله عندنا ناس في الناس بيضربوه قصد وهذا اللي لقى تقدر يتفلسف معلومه يقول الكلام اللي احنا دايرينه. لا انا ما بقول الكلام اللي انت دايره، بقول اللي انا شايفه. الحكومه الموازيه لما تقوم تتعامل يا شباب معناها الكلام ده انه بيرسل رساله للمجتمع الدولي انا قادر كحكومه تاسيس ادير المجتمعات بتاعتي. مش قصه انه انا قادر على انه اعمل اسمه شنو؟ اعمل فقط هنا انه انا قادر ادير الامتحانات. اذا ادرت الامتحانات معناها قادر على شنو؟ اذا انا قدرت على اني ادير امتحاناتي في مناطق سيطرتي، انا قادر ادير استفتاء للقط. ولا لا يا جماعه؟ صح ولا ما صح؟ ركز معي. انا قدرت عملت قومت الامتحانات ورعيتها، خصوصا لو توفر لي الامن وما حصل هجوم، وان شاء الله ما بيحصل هجوم خالص كويس، لانه الناس لو هجموا الله ثاني يطيروا ليه؟ لانه المجتمع الدولي بدقهم بعد بيقلق منهم دبل. طيب يبقى سؤالي هنا، اذا انا قدرت قمت اديرت الامتحانات معناها انا قادر على اني ادير استفتاء. الاستفتاء ده يقول ده بعد ده انفصال لقدام ما هسي، لكن انفصال ولا استمرار؟ صح ولا لا؟ ما في الوقت اللي فيه كنا اتكلمنا عن انه الدوله الشرق السوداني الدوله دي شغاله تجهز قياده جديده للدعم السريع، تجهز مسؤولين جداد للدعم السريع، وحكومه كمان سياسيه ومستشارين سياسيين وشغل كبير شغاله فيه الدوله دي. صح ولا لا يا جماعه؟ قلنا بعد ما قلنا حتى شفتوا الميديا بدات تتعامل فيه كويس، واي معلومه نحن مفجرها بتلقاها في الميديا، لان يا اخواننا الواحد فينا ما بسلم عقله، ما بسلم عقله يا جماعه، الزول بيحرك عقله. طيب اذا قدرت حكومه تاسيس تدير الاستفتاء وتحرك الاستفتاء هنا، تحرك الامتحانات وتحمي الامتحانات وتحرك الطلاب وتقدر على حمايتهم وتامين المنابر، ده بيعني لقدام انا قادر على اني استفتي المواطن هناك على الانفصال، وبشكل كبير ممكن يقبل حتى لو يزوروا ذاته. المجتمع الدولي ده ولا بياخذ لك راي شعب، ولا في شعب عنده قيمه عنده. لا بتقدر حكومه تاسيس ولا مسؤولينها يخالفوا راي ترامب ولا المجتمع الدولي. دي مساله ما تفكر فيها 0%. لا ما في زول بيقدر، ما في زول بيقدر. الليله لما يطلع القران يقول السودانيين ويطلع اعلامه يصف الناس باولاد الضيوف، ده انفصال وجداني ثاني ما بيتقبلك تكون قاعد. الكلام ده الناس النايمين ما بيفهموه هسي. هو اللي بيقولوا اولاد الضيوف هم ذاتهم ما عارفين، هم بيرددوا كلام نزلته السي اي الامريكي، هم ما عارفين الكلام ده، لانه اللي قدام بيأدي ركب. ارفع عيونك عين معين فوق، ارفع راسك، ما تخليك كله انت بس بتفهم الا بتقراه في التلفزيون. انت لو بتنتظر الا تصريحات المسؤولين والكلام اللي يجيبوا لك في جروبات الواتساب واللي يكتبوا نشطه معينين، الويل لك الرماد كان حماك. اذا كان كده اقسم بالله العظيم انت لابد انك تسال وتفكر يا زلمه. ايوه بالضبط يا زلمه شوشري، انت لابد تفكر وترى وتنظر وتسال وتتامل وتتعمق. ما اي كلام قالوا لك المسؤول ده ليه طلع قال الكلام ده الان؟ الكلام ده بيعني شنو؟ وراءه شنو؟ اهدافه شنو؟ وين الوسائل اللي بتحقق بها كلامه ده؟ هل كلام المسؤول ده تغطيه لحاجه حاصله؟ هل كلامه ده تبشير بحاجه؟ هل كده بقول معناه حل السلام؟ انت لازم لا البتة. الرؤيه بتاعت الاداره الامريكيه الانفصال بيجي ولو بعد 5 سنين او 4 سنين او 3 سنين. الرؤيه جايه وبتمشي الاراده الامريكيه. وما تيجي تقول لي والله يا اخي نحن ما قبلانين. والله العظيم استاذي تقبل ما جات يوم في شعب يرجع امريكا من قرار. انتوا لسه نحن ما تعلمنا السياسه، انتوا نحن لسه ما تعلمنا السياسه، نحن لسه الف بات اساس السياسه ما عارفينها. منو اللي قدر يوقف يوم في وش الامريكان ولا الروس؟ اسامه بن لادن. هل ادى بن لادن السلاح ده مش اضرب الروس منو؟ هل اداه منو؟ لا ولكن صدام حسين. صدام حسين ايوه نعم. صدام حسين الاداره الامريكيه ما كانت دعماه وقتها بحرب الكويت، وما في اسلحه عراقيه امريكيه، ما في ولا في صفقات ولا في معاهدات نهائي، ولا كان بيمشي صدام السياسات الامريكيه مرات كثيره. ولما كان بيسمح لهم انه يجي يفتشوا العراق للاسلحه ده كان شيء. انا بتكلم عن محمد كل حزب البعث ولا فلان ولا علان، اي رئيس بيمشي برضه مصالحه. قال لا بيبقى
صدام قال لا، دفع ثمن لا. بشار الاسد مره مرتين قال لا، في النهايه مشى بالخط يا زول، والله ما مشى بالخط حق الغزالي. علي عبد الله صالح برضه عملوا قال يلا ما في. وانت ساعه الرئيس محمد حمدان بيمشي بالاداره الامريكيه، بيمشي برؤيتها، وكان خالفها بيتعب، والكلام ده انا قلته قبل اليوم كثير. يا اخواننا نحن في السودان ده كله ذره في المحيط يعني الدولي، داير تسوي شنو انت للاراده الدوليه؟ داير تسوي شنو انت؟ كلنا دايرين نسوي شنو؟ ما بيقدر ساعه الرئيس يقول للامريكان لا، ما بيقدر يقول لترامب لا، بيحرك له بارقات بيجي بيحول لنا نيابه الامارات وبيحول لك الكردفان والدارفور دي كلها. ما تهزروا يا اخواننا، ما تهزروا. ما في زول اقوى من امريكا، ما في زول اقوى من المجتمع الدولي. فيبقى الليله لما يتنزل التعليم في السودان ده كلام ممتاز جدا كويس. وامتحانات الشهاده السودانيه، شوف لما تصل مرحله يكون في مرحله اذا اعترفت بك دوله الان او اذا قدمت لك اعانه، ومن الواضح في دول قدمت اعانه حلفاء لتاسيس، لانه الحكومه دي ما بتقدر تعلم امتحانات ساي. وين القدره هي مع المجتمع الدولي؟ انت الكلام ده تم باتفاق ومشاوره ما ساي. جزء ذاته الدعايش يكلموا بكلام عشان نكون واضحين يعني. وذاته لا يملك من الامر شيء، رئيس وزراء لكن يجي الامر يسوي سوي 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 من حكومه التاسيس ذاتها يعني، حتى بعد ذاك المجتمع الدولي. طيب الحصل في الامتحانات الليله وحصل ده يعني اشاره لانه حكومه التاسيس قادره على حمايه الانسان الانفراديه، وقادره على اداره الموسم الزراعي، قادره على اداره الموسم التعليمي، قادره على انه تكون مشاريع، تفتح طرق، تعمل معابر، قادره على انها تتجه نحو المجتمع الدولي. لكن للان ما في تفعيل لدور المنظمات بشكل حقيقي، ما في. فهمت؟ ما في جماعه كده قادر يكتبوا بقسموا الامور بيخربوها، انتهى الموضوع. ما في دور المنظمات الان. شباب كتار في الميدان في وين دايرين يقدموا رؤى، دايرين يقدموا، لا المسؤول بيجي يخرب لهم، يقول لهم لا ما دايرين، ركزوا لنا في الميدان. فهمت؟ طوالي بيجوا بيحبطون كده. الكلام ده هينتج شنو؟ هينتج جيل مشوه، هينتج ناس مشوهه حتى في رؤيتها وفي قضيتها، وحينقلبوا فيهم. ليه؟ لانه الوعي ما مكتمل. يا اخواننا انا بقول لكم الان لو في دوله دعمت نيالا او دعمت اسمه شنو؟ تاسيس، دي بدايه ممكن تكون للانفصال. وبكرر انه دي خطه امريكيه اسرائيليه لا يستطيع احد يرفضها او يجي عليها. وقعت النقطه دي. اذا سمعت الايام الجايه قالوا اعلان الوثائق الرسميه استخراجها خلاص، هو ده الانفصال. حتى لو بعد سنه سنتين ثلاثه نحن ما اطفال، ما اطفال. ها شوفوا الدول اللي قبلكم حصل فيها شنو. يا دول تاسيس، يا مواطن اللي بتنتظر مسؤولين تاسيس يصرحوا لك، يا مواطن ما تنتظر ديل، فكر انت بمخك، شوف العالم حولك شغال كيف، شوف العالم حولك مشى كيف. اذا سمعت دعوه لاستخراج الوثائق الرسميه والاوراق الثبوتيه، جواز ما بعرف لك شنو، انه الانفصال ولو بعد حين. اذا سمعت الكلام عن تكوين نظام امني وسياسي في تاسيس فانه انفصال ولو بعد حين. لو سمعت تقويه الشرطه وتكوين واعلان جهاز الامن فانه انفصال ولو بعد حين. تذكروا كلامي ده كويس، انا ما قاعد اغشك. وسعاده الرئيس محمد حمدان في النهايه ما بيقدر يكسر كلام بوتين وما بيقدر يكسر كلام ترامب، وهو داير الاتحاد، لكن هم دايرين الانفصال، الراي هم اللي حيمشي. عشان بعدين الناس ما يجي يقول لك احنا نتفق صلاه وفلان ما وصلوا. دي رؤيه من قبل ما يلدوا ومن قبل ما يلدوا التاسيس دي كلها في رؤيه مصالح امريكيه، ما دايرين يفصلوا عشان مسلمين ولا عشان الوهم اللي بيقولوا كل العالم مسلمين. كله على الله شوش نحن شوش كويس. مشاعر الكره دي ذاتها مشكله يا اخي كويس. والله يا جماعه قال لي الحل شنو؟ الحل الناس توعى وتفهم، وما كل مسؤول طلع قال كلام الناس تصدقه. والله العظيم بيطلع لك وزير بيقول لك كلام، في كلام كثير من اجل الكلام، وفي كلام بيقولوه عشان يحطوا لك على كلام. طيب استخراج الهويه الرسميه بالاضافه لاستخراج او بدايه اعلان نظام امني او سياسي، دي كلها تقدمات الانفصال الواضحه لمن القى السمع وهو شهيد. وراجعوا نيفاجه وراجعوا جنوب السودان وما حدث قبل اليوم، وراجعوا كل الانتصارات اللي حصلت في التاريخ بتحصل كيف. والحكومه بتكون زي ما قال الاستاذ فيصل عبد الله التي الحكومه الخفيه التي تدير العالم. يا اخي دي بكره القدم 2015 مورينو قال تصريح انا نسيته الليله. مورينو قال هنالك قوه لا تحارب في الكون، وفعلا الكلام ده كله دوله، الكلام ده كله حكومه، الكلام ده في كل قوه، الكلام ده ماشي في العالم. لو انت عينت وركزت فيه ما حيخلوك الامريكان الا تنفذ مصالحهم، لانه حتى السيد محمد حمدان ده جاب الامريكان. الكون الدعم السريع منو يا جماعه؟ الكون الدعم السريع منو؟ ما كانت رؤيه اسرائيليه وانا دائما بوضح وامريكيه، والتنفيذ الاكثر والاشراف كان فرنسي، وحتى حته الاتحاد الاوروبي من الامريكان يا جماعه.